حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. اهم حاجه ما تنسوش انكم تصلوا على النبي علشان خاطر نبدا الفيديو بتاعنا. طبعا الجو اللي انتوا شفتوه دوت بعد الفجر يا جماعه على طول والله. طبعا انا كنت استنيت ساعتين علشان خاطر اروح السوق لان النهارده الاربع، ويوم الاربع بيبقى السوق بتاعنا. طبعا دي جبنه قريش انا شارياها وكده، واشتريت برضه لبن علشان اروبه عشان اعمل جبنه حادقه ومش والكلام ده كله طبعا انتوا عارفينه. انا جبت المشانه من عند حماتي ورصيت فيها الجبنه وحرشت عليها ملح علشان خاطر لو فيها ميه تنزل وكده. وطبعا لحقت السوق هي الخضار والحاجات بتاعتي، والحاجات دي اضافيه على الحاجه. دي سباتولا، وجبت جاروف، وجبت مصفى هي للرز بقى للعصير زي ما تحبي. المصفى ب30 جنيه والسباتولا ب25، والجاروف ب15 جنيه، يعني يعتبر ولا حاجه. وقلت بقى اروق الشقه علشان خاطر ايه بيتنا يبقى نظيف حوالين مننا برضو. انا طبعا نزلت قبل ما اروق نزلت اجيب الكرنب وعلفت الطيور والكلام ده، وذبحت الفراخ بتاعتي عشان خاطر اطبخ لهم وكده. وحطيت بقى الكرنب يتسلق وحطيت التخديعه تتسبك، وقلت بقى ايه يا بنتي قومي كنسي كده وامسحي حوالين الاكل كده وانت بتعمليه، يعني الاكل على البوتاجاز وانا بمسح برضو يعني. انما مش هنفضل واقفين جنب البوتاجاز مستنيين الحاجه تخلص عشان خاطر احنا ايه نروح نحشي ونسيب بيتنا مكركب زي ما هو. لا، احنا نخلص ده جنب ده على طول، على السريع يعني. ما يشترطش بقى ان انا ازق سفره وازق الكنب والكلام ده كله النهارده بالذات. الكلام العميق ده، التنظيف العميق ده بعدين يا ولاد مش دلوقتي. طبعا انا اخدت الصاله التانية دي كنيس مع السلم. بحسها اسهل يعني من ان انا اخد بقى الصاله من عند الباب للصاله التانية للبرندة. لا، بحس ان الموضوع طويل قوي، فبختصر يعني بقسمها نصين، نص على السلم ونص ايه في البرندة. وهنا بدأت أطوق الحمد لله، وطوقت برضو الصالة التانية وكده، وهفرشها برضو ونظبطها يا ولاد. أهم حاجة النظافة، وأهم حاجة برضو ما تنسيش تحطي لأختك لايك، يا قلب أختك ما تبخليش عليا باللايك. ما اعرفش انت بقى صليتي على النبي ولا لسه لحد دلوقتي. بس انا شايفاكي لما حطيتش برضو لايك، حطي لايك ما تبخليش عليا، واكتبي لي كومنت حلو. وهنا كنت خلصت يا ولاد، والحمد لله فرشت برضو السجادة بتاعة الصلاة دي والسجادة الصلاة التانية، وعطرت كمان الشقة اهو زي ما انتم شايفين. ريحة المعطر ده حلوة قوي، ريحة العود يعني، بريحة العود. وهنا بقى كانت الشوربة بتاعتي اهيا، والفراخ كانت استوت اصلا. وقلت بقى اما اسقي المحشي بقى. اهم حاجة المحشي في السقعة، اهم حاجة محشي الكرنب، احنا ملناش قوي في الكوسة والبتنجان، اهم حاجة الكرنب عندنا. بسم الله ما شاء الله، وبألف هنا وشفا على قلب اللي هياكلوه.